اول ماتش لينا في الشهر الفضيل كنساليوه بالرباح الحمد لله برعايه المهدي موراتا اللي بدا بدومي فوليها معلم حطها في الشبكه وكملها بيوت ما تحسبوش ليه مسكين وما عندك زهر معلم، ولكن هاني قضيتي غرض بعدا برافو عليك. تولتي نقيه خسرها غير داك البيت اللي هرس الكلينشيت هذيك رحيمي ماركه علينا. المهم ليله رمضانيه سالت الحمد لله برباح وتروبون في الجيب. اخوان ونزوجي معكم داك اللايكات وايلي ونعول عليكم، يلا كونوا على القرص. مرحبا بكم عند اخوكم ديما راجا، مرحبا بكم في فيديو الشبكه ماتش الراجا والسوالم. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اولا كيف ديما نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رمضان مبارك سعيد بالصحه والعافيه والاجر ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. بمناسبه هذا الشهر الفضيل الله يلطف بالاخوان ديالنا في غزه وفلسطين بشكل عام، الله ينصرهم والله يكون معاهم والله يعطيهم القوه والشجاعه والنصر ان شاء الله، ربي معاهم. حاجه اخرى اخوان، بمناسبه رمضان بغيت ندير لكم ان شاء الله واحد الكونتوني زوين في لاشين ثانيه، اللين ديالها غادي تلقاوها لتحت في الديسكريبسيون وفي اول كومونتير، بغيتهم كاملين تكونوا حاضرين تما. ويلا دابا ندخلوا الماتش. الجوله 24 من البطوله اللي استضفنا فيها السوالم، الماتش اللي كان ضروري ومؤكد وواجب علينا نربحوه بحكم ان حنا اللي مدخلينه. وحاجه اخرى، هذا الماتش والماتشات اللي جايين ضروري خصنا نربحوهم ان شاء الله الا بغينا نبقاو عاضين في المنافسه. المهم زيمبارو دخل بالماتش بالتشكيله الاعتياديه مع عوده بوغرين بعد التوقيف واستمرار الاعتماد على زريده في مركز الظهير الايمن في بلاصه بولكسوت المصاب. التغيير الوحيد اللي كان هو النفاتي بلاصه الزرهوني. بدا الماتش بضغط من الراجا، نفس السيناريو ديال الالي، الراجا لعب بالضغط وفي المقابل السوالم لاعبين على الكونتر اتاك والكواري ورا الظهر. اول فرصه حقيقيه بدات من عند الراجا، مولاها النفاتي بروسا زوين داز من حدا لبارا. ثاني فرصه بدات من عند النفاتي اللي حتى زوين الموهوب، ولكن الموهوب زقلها مع الاسف. استمر الضغط ديال الرجاء والفرص اللي ما كيكملوش، كنوصلوا حتى للكاري وما كنديروا بها والو. احتاجت الفرصه ديال بالعمري باش جايه باش ضربها باليمنيه دازت من حدا لبارا بزغبه. فرصه اخرى عاوتاني الرجاء، موهوب عطاها لبوغرين وبوغرين ضربها البوطو ولكن مشات نيشان الوسط عند الجول خرجها. واخيرا بعد طول انتظار وبعد طول فرص ديال البيت، موهوب من جديد الله يعطيه الصحه جات عنده كره ضربها الوسط عند الجول، حبسها باش جايه باش رجعها بدومي فولي بعقله، حطها نيشان في بوطو بيت واعر معلم الله يعطيه الصحه. سهله زقله وصعيبه ماركاها وتفنن عليها مازال، واخا كيضيع بزاف ديال الفرص ولكن كوميم قاد الغرض ما شاء الله. الا زاد مازال خدم على راسو غادي يولي احسن بزاف وغيجي من اللور ويدي لهم هداف البطوله. المهم راه غادي في الطريق الصحيحه. وهكا سالت ميطا الاولى بواحد 0 الرجاء، بدات ميطا ثاني بريتم متوازن، الضغط ديال الرجاء هبط شويه في المقابل السوالم اللي طلعوا شويه الريتم. اول فرصه حقيقيه بدات من عند النفاتي خرجها زوينه الموهوب، ولكن الموهوب كيف ما قلنا كيزقل بزاف ديال الفرص وبطبيعه الحال هذه وحده من هاد الفرص وزقلها. موهوب كيرجع عاوتاني بعد كره جماعيه نقيه بينه وبين بوزوق وبوغرين، حطها ليه بوغرين وفيناها في بوطو ولكن للاسف تلغى البيت. هبط الريتم ديال بصح وبقات كره كدور في السيران بدون فائده لا جديده يذكر ولا قديمه يعاد. حتى جانا كونتراتاك طالع بها زاله، حط باس تخربقات بين الديفونس والجول، تحطات البوزوق قدام رجلو وعلى زهر وضرب البوطو البيت الثاني. بيت اخر عاوتاني ضربو موهوب بطريقه واعره نقيله فوق الجول ولكن حتى هو تلغى ومراتا هذا. وفي اخر دقائق جاونا جوج فرص ديال البيت، الاولى عند نفاتي ضرب البوطو ماركا بها البيت الثالث، والثاني باسكاري بوطو خاوي عند هيرفيك ضربه طياره. وهكا سال الماتش برباح 3-1 الرجاء. واللي بقى فيها في الماتش هو الكلينشيت اللي ضاع بغباء كبير ديال الدفاع. مقدم كان ناعس كيف العاده، جاي ضارب الحريره صيفطو رحيمي بقى راسو راس بوطو ضربه خشاعه وضيعنا في كلينشيت. المهم كتقييم اللعابه الاداء كان مزيان، كانوا فرص قلنا منهم شي وماركينا منهم شي الاخر. الاهم هو اننا ماركينا بعدا 3 البيوت بدون احتساب جوج اخرين اللي تلغاو. النجاعه الهجوميه كانت مزيانه بطبيعه الحال بحضور بوغرين اللي كيثبت انه المحرك ديال لاطاك، وبلا بيه كنضيعو وكيكون شح كبير. ومع توهج موهوب اللي دار ماتش واعر كيأكد فيه على الفورمه الزوينه اللي غادي فيها. بطبيعه الحال مازال قدامه الخدمه ومازال قدامه بوتونسيال باش يولي مفرقع بزاف، خاصو غير يزيد في الخدمه ويحط رجليه الارض ويكون كبير في دماغه. من جهه اخرى بوزوق فاق شويه في هذا الماتش، ولكن مع ذلك ماشي هو هذا بوزوق اللي في بدايه العام، باقي كنتسناو منه بزاف. بعد هذا الماتش باش عجبني كيعطي لصحابو في الكاري وحيد الانانيه، وفي الاخير جاتو كره حتى رجليه ماركه منها باش تعرف كره شحال ساهله وزوينه وعادله. النفاتي واخا البيت اللي ضرب باقي اورلين، باقي ما رجعش من شطر الذهب. مرحله فراغ طول فيها اكثر من اللازم. نتمنى هذا البيت يفيقوا الصراحه حيت نعس بزاف وما يعطيناش ثاني ماتش واحد ويرجع ينعس ثاني. في المقابل الزرهوني اللي باقي جاب على بنعسه طويله باقي ما بغاش يفيق منها، 0 اضافه. فاش كيدخل ما كيعطي والو وانما كيتقل غير الهجمه وكتضيع منه بزاف ديال الكواري. كامارا في تطور كبير فين ما كيدخل كيعطي لك كيليبر الميليو. مبارك هبط ليه النيفو شويه وهيرفيك اللي غادي كيدخل في الجو. اما بالنسبه لزريده عاجبني ديال بصح عطاء بدني وقيتاليه كبير الله يعطيه الصحه، خفيف يفيق هاد الماتشات على مقدم الناعس، عفوات بزاف من جهته. من عنده نيت جا اليوم البيت. هذا هو التقييم ديالي للعابه الراجل اليوم. خليو لي التقييم ديالكم نتوما في كومونتيرات.
وكخلاصه هذا ماتش وداز لعبناه ربحناه 3 بوين خديناها صافي الله يجعل البركه صافي طول الصفحه ونسى. كل التركيز دابا 200% في الماتشات الجايه اللي عندنا. بقاو لينا 6 الماتشات خاصنا نتقاتلوا عليهم باش ما كان بدايه بالماتش الجاي كونتر المحمديه اللي ضروري خصنا نخرجوا فيه رابحين. هادشي الا بغينا نبقاو مكملين وعاضين في المنافسه. البطوله قربت تسالي والخط ديال النهايه قربنا نوصلوا ليه. خاصنا نديروا اللي علينا من جهتنا بغض النظر على النتائج ديال الخصم. نربحوا بعدا الماتشات ديالنا وديك الساعه اللي فيها الخير هي اللي تكون نكونوا بعدا حنا مزيانين ونساليو الماتشات ديالنا مزيان. وديك الساعه كيف ما كانت النتيجه غادي نكونوا على الاقل راضيين بالباركور اللي ضربنا. ان شاء الله يكون خير. والى هنا الاخوان كنا وصلنا للبلاكه. هادشي اللي كان فيديو الشبكه ديال ماتش الرجاء والسوالم واللي سال الحمد لله صالحنا بالرباح وطروبو مهمه كنديروها في الجيب كنزيدوا نعزوا بها الحصيله والترتيب ديالنا في البطوله. ان شاء الله نبقاو بحالك يا ربي. الا وصلتي حتى لهنا وراك معك داك اللايك ويلي حتى لهادي لا باش نوصلوا الفيديو الاكبر عدد ديال اللايكات. وقول لي في كومونتيرات الراي ديالكم في الماتش شنو اللي عجبكم وشنو اللي ما عجبكمش. بغيت نقراهم ونجاوب عليهم كاملين. دوزوا عندي الانستغرام وفيسبوك تما فين غادي تلقاوني ديما حاضر وموجود. مرحبا بكم عندي. وهذا مكان ما نساوش ديروا 3 الحوايج الصاله والدين الرجاء عمرك تفرط فيهم. كان معكم خوكم ديما رجاء البارح اليوم وغدا وديما كونوا على القارص.